مساء الخير يا غوالي. اليوم بدنا نعمل عروق بالطاوة على الطريقة القزقزانية. بنحط اللحمة المترومي مترومي منيح، وبعدين بنحط البصل، مو مشان شي، مشان خشمك. وبعد ما حطينا البصل نحط البندورة الحمراء. شو لك البندورة زرقاء؟ هي حمراء يعني طماط عيني. وبعد ما حطينا البندورة الزرقاء بنحط البقدونس، مو بقدونس. وبعد ما حطينا كل ما هاي المكونات، عم بحكي سوري مزبوط ها، بنحط الطحين لازم يكون طحين مطحون، واكيد الطحين ما ينطحن. وكمان بعد ما حطينا هالمكونات بنحط فقط كركم، فلفل اسود وملح، مو مشان شي، مشان صحتك. وبعد ما حطينا كل شيء بنحط له كاسة ماي. بذكركم انه تحطوا له بس كركم وفلفل اسود وملح فقط، ما تحطي بهارات، لانه ما عم بقدر احواكي، بقدر احواكي. ونحط شوية كمان بعد ماي شوية، وندعكها منيح لحد ما تتجانس، مو مشان شي، مشان حلقك، ايوه مشان خشمك يعني. ندعكها هيك لحد ما تتجانس. واذا ايديكم وسخة لا تغسلوها، مو مشان شي، مشان خشمك همينه تشلبت. وهلا بنجيب ماي شوية ونقليها، نكتلها هيك ونحطها هيك بالزيت، ونجيب العنبة وشوية خضرة، وهلا نورجيكم كيف تطلع معانا. طبعا فرنسا قدمت اعتذار سوريا لانها احتلتها، لانه السوريين سووا 10 اجزاء الباب الحاره ودا يشتغلون بالجزء ال11. خطيه فرنسا تورطت ويا السوريين. طبعا هذا الشكل النهائي، ولاحظتوا اني ما ثرمت بالماكينه، يعني البصل، هذول النسوان يثرمون البصل بالماكينه، البصل يطغي على الاكل. هذا شوفوا شلون عروق مقرمش، والله مقرمش. وهاي شويه لوبيا وزلاطه وخيار وطماطه. مع السلامه شباب.